اهلا بيكم. الناس اللي بتحب تاكل حاجه حلوه مع الشاي او القهوه وفي نفس الوقت مش عايزه تعمل حاجه صعبه وتقف في المطبخ كتير تاخد منها وقت ومجهود، النهارده هنعمل حاجه حلوه وسهله وسريعه مش تاخد مننا اكتر من 10 دقايق. يلا بينا نروح نشوف عملناها ازاي. اول حاجه هيبقى عندي حله على النار، هنزل فيها بنص كوبايه من الزيت، تمام كده. وبعد كده هحط كوبايه من الدقيق واقلب بقى الزيت مع الدقيق لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك، وافضل بقى اقلب لحد ما اوصل للون الذهبي. احنا هنا معلش اعذروني، انا كنت بلعب في الاضاءه عشان كنت عايزه اظبط الاضاءه وتكون اوضح. وانا هنا هضيف قطعه من الزبده البلدي. طبعا انت عادي تقدري ما تضيفيهاش عادي، بس انا بحب احط زبده كده، بحب اشم الزبده مع الدقيق، يعني بتدي ريحه حلوه قوي. لكن انت عادي ما تقدري ما تضيفيهاش وتكتفي بس بنص كوبايه الزيت. وافضل بقى اقلب لحد ما اوصل للون الذهبي. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لايك. وبس كده، ده اللون اللي انا كنت عايزه اوصل له. نزلت بقى بكوبايه كبيره من العجوه، دي عجوه عاديه مش منسوله ولا حاجه، وانا فصصتها وقطعتها قطع صغيره خالص عشان تبقى سهله بعد كده معايا في التشكيل. وهنزل بقى على الدقيق والزيت اللي انا طبعا قلبتهم في بعض، وافضل اقلب بقى مده 3 دقائق كده عشان العجوه تطرى معايا وتبقى سهله معايا في التشكيل. في المرحله دي لو انت عايزه مثلا تضيفي سوداني مجروش عادي ضيفي. وبعد كده هتزودي معلقتين كبار من العسل او 3 معالق كبار من العسل. كل ما تزودي عسل طبعا هيبقى افضل ويساعدك في التشكيل، بس انا ما كانش عندي بصراحه غير معلقه واحده. وبعد كده بقى شكليها زي ما انت عايزه. انا هنا عملتها كور عشان انجز، وقلبتها في السمسم. انت تقدري تشكليها لو انت عندك مثلا قطاعات بتعمل اشكال عشان الاولاد، تشكليها وتقلبيها بقى في سمسم او سوداني مجروش. عايزه اقول لك ان انت لما تديها لاولادك هتديهم طاقه رهيبه، كلها حاجات حلوه، سمسم وعجوه وعسل اسمر، يعني فيها مكونات غذائيه حلوه جدا لو اديتيها لاولادك كده الصبح. واظن مفيش اسهل من كده، طريقه سهله وبسيطه، مكونات موجوده عندنا في كل بيت، وده الشكل النهائي. وزي ما قلت لك لو قطعتيها عندك قطعات وقطعتيها بالقطعات هتبقى افضل. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش